واحد بيحكي وبيقول: عارفين لما ماتت زوجتي كبرت سنين وعرفت ان مسكة الاكياس اللي فيها طلبات البيت والطلعة اللي بيها على السلم بتوجع الظهر جدا، وان المية تقيلة جدا، وان الغدا كل يوم لابني مش سهل، وعرفت ان الصحيان البدري صعب جدا، وعرفت انها احسن من 100 منبه لما تقول لي قوم لشغلك وربنا يرزقك برزقنا، وان الحاجات الضايعة مش هتلاقيها مهما دورت عليها. عرفت ان دور البرد وانت لوحدك اشد 100 مرة من دور البرد وانت معاها، لانها بتخفف عليك تعبك وانت معاها بتلاقي الحنية، وان العلاج كان بيها وبخوفها عليا مش بالمضاد الحيوي ابدا. عرفت ان الزعل من غير وجودها اضعاف، لان مفيش حد بيطبطب عليك ويقولك ان شاء الله هتعدي على خير. وعرفت ان الامان مش بقفلة الباب بالمفتاح والترباس، لا خالص، الأمان في وجود شخص يحبك ودايما معاك، وإن ترتيب البيت شيء مجهد جدا جدا فوق ما تتخيله. وعرفت إن الطلعة من البيت من غير دعوة ما تتحسبش، وإن في حاجات اسمها سوق وكهرباء وغاز ومية كانت بتعمل حسابهم من أول الشهر، وإن محدش هيجري يشيل إزاز الكوباية المكسور ويقولك خلي بالك علشان ما تتعورش. عرفت إن أنا صغير من غيرها وكبرت سنين من بعدها، حرفيا أنا ميت من غيرهم. زوجتي وبنتي اشتقت لرؤياكم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرحم كل موتانا، ويجعل تعبك معايا يا زوجتي ونور عيني في ميزان حسناتك. اللهم امين يا رب العالمين. ربي يرحمكم ويغفر لكم يا من كنتم زهرة حياتي.